بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ كلنا إن شاء الله نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الشاي أو الكيكة اليومية. أول حاجة إن شاء الله هضيف بيضتين في العجان، معاهم مج الشاي العادي بتاعنا ملان سكر. ضفتهم مع بعض في العجان وشغلت العجان يتضربوا مع بعض كويس جدا. ممكن تعملها في الخلاط، ممكن تعملها في العجان، وممكن تعملها في الكبة. الموجود والمسموح عندك تقدري تعملي فيه عادي جدا. هتسألوني انا ليه ضفت بيضتين ما ضفتش اكتر من كده؟ اقول لكم انا بعملها دايما بالبيضتين وفي نفس الوقت موفرة وعلى قد امكانيات كل بيت. اول حاجة بعد كده يعني سبت الخليط يتضرب شوية، وبعد كده ضفت نص معلقة ملح، وهضيف دلوقتي معلقة خل كبيرة. انا ما ضفتش فانيليا، الخل والملح بديل للفانيليا. اكتر الاوقات او ساعات يعني بتصادف ان مبقاش فيه فانيليا في البيت وانت عاوزة تعملي حاجة حلوة لولادك، فهو الخل والملح بيغني. وبعدين دلوقتي المادة السائلة اللي انا هضيفها على الكيكة تعتبر فيها نسبة فانيليا، وبتضيع زفارة البيض وبتضيع ريحة اي زفارة. اللي موجود معايا دلوقتي ده 3/4 كوباية مية متدوب فيها معلقة فروتي او تانج. هي دي معلقة صغيرة فروتي، وده فنجان زيت كبير، فنجان ملان. بضيفيهم كلهم على بعض وبضربهم مع بعض لغاية لما السكر يدوب خالص. يعني السائل اللي هو الفروتي ده هيدوب بقية السكر اللي لسه ما دابش مع البيض. هضربهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده جهزت معايا في طبق كوبايتين دقيق وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر. بضيفهم كلهم مع بعض وببدأ أشغل العجان تشغيل متقطع، يعني مش تشغيل كامل علشان ما تتحولش معانا العجينة الدقيق يعمل معانا عرق ويتحول لعجين. اذكروا الله وصلوا على رسول الله. دلوقتي انا واضح تقريبا معاكم اهوتي ان هو الضرب متقطع لغاية ما بلم الدقيق كله يختلط كله في الخلطة. انا بوريكم سمك الكيكة هي دلوقتي موجودة، بوريكم السمك بتاعها. انا جهزت صينية مدهونة زيت ومبطنة بدقيق. ممكن تضيفي ورقة زبدة بس انا بصراحة ما كانش عندي، فضفت زيت ودقيق اللي احنا عارفينه وبنعمله طول عمرنا وامهاتنا كانوا بيعملوه لنا. اللهم ارحم امهاتنا جميعا، اللهم امين. واللي مامته موجودة يا رب يبارك فيها ويخليها له واحفظها له العمر كله، اللهم امين. وارحم امي وامتنا وامهات المسلمين جميعا. انا ضفت الكيكة دلوقتي في الصينية. هبدأ اسويها. الصينية دي مقاس 30 في 40. هتقولوا لي الصينية مقاسها كبير، هقول لكم انا عندي اطفال صغيرة فطبعا عشان ياخدوا قطعة، لو عملتها كبيرة بياخدوا منها قطعة وبيرموا الباقي، فحرام يعني الدنيا غلو والحالة صعبة مع الناس كلها. يا رب تيسر لكل واحد حاله، اللهم امين. هدخلها دلوقتي الفرن وهتستوى على نار متوسطة. انا قبل ما ابدأ كنت مشغلة الفرن يسخن. دخلتها الفرن. بعد ما خلصت واستوت واخدت وش من فوق ولونها حلو جدا من تحت، بطلعها وبسيبها تبرد، ما بقطعهاش وهي سخنة، بسيبها تبرد. وبعد كده ببدأ اقطعها ل يعني مربعات وسط، مش صغيرة مش كبيرة، مربعات وسط. هي الكيكة دي حلوة، تقدري طبعا نفطر منها الصبح، بناكلها بالليل على العشاء، بندي منها لولادنا في اللانش بوكس. ابنك راجع من المدرسة وعاوز اي حاجة ياكلها بتدوله قطعة ياكلها. هي عموما دي تعتبر اكتر حاجة بتبقى موجودة في كل البيوت المصرية. ربنا يحسن ما بين ايديكم، ربنا يا رب يساعد كل واحد على عيشته وعلى حياته، ويصلح دايما كل شيء في حياتكم، اللهم امين. انا دلوقتي بوريها لكم، هي مش رفيعة اوي، يعني السمك مش رفيع، وبوريها لكم هي الفروتي مغمقش لونها عشان انا ما ضفتش الا معلقة واحدة. بوريكم اللون تاني اهو، لونها فاتح ابيض.
الفروت لو كترتيه هيغمق لونها وطعمه هيبان في الكيكة، كده تديلك طعم البرتقان كأنك حاطة برتقان فريش. بعد ما خلصت مع كده وتاكلوها بألف